السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده هنبدأ أول درس معانا في كورس الباوربوينت. هنشرح بعض الحاجات البسيطة. أول حاجة نبدأ نوضحها ازاي نعمل فايل باوربوينت. تضغط كليك يمين وتختار نيو، تختار مايكروسوفت باوربوينت، بس هنسميها رقم، نسميها مثلا أي اسم، هنسميه رقم 2. تفتح معاك على طول عادي كده، انت فتحت الفايل بتاعك. لو ضغطت على كلمة كليك تو اد فيرست سلايد تقوم ضاغط، هتعمل لك اول سلايد بتاعتك. لو عايز تضيف سلايد تاني تقوم ضاغط على نيو سلايد. من هنا هنشرح الحاجات دي قدام معانا كده، انت حفظتها وتحفظت عندك على طول. طيب انا عايز اعمل فايل تاني وانا داخل باوربوينت دلوقتي، واعمل فايل واعمل ايه نيو. تمام، واعمل فايل نيو بريزنتيشن بلانك بريزنتيشن كده. انت خلاص عملت فايل تاني، بس الفايل ده مش محفوظ في مكان. اولاني محفوظ في مكان ده عشان انت حاطه في مكان معين، لكن ده لسه اتحفظش، يعني انت قفلته ومش محفوظ عندك. تمام، ضغط على كلمة فايل واقوم عامل سيف از، شهد المكان بتاعه، واقوم عامل مثلا ايه، هو مثلا مسميه بريزنتيشن 2، واقوم عامل سيف. فكده خلاص اتحفظ عندي، عرفت مكانه محفوظ في على الديسكتوب في ملف باوربوينت كده. خلاص انا حفظته عندي. تمام، ده اول ايه طريقتين لو انا هعمل ملف باوربوينت. طيب في دلوقتي احنا شفنا حاجات زي كده، دي استمبات جاهزه. ضغطت على مور هيجيلك حاجات جاهزه، بريزنتيشنات جاهزه، يعني الشكل بتاعها جاهز. لو عملنا حاجه زي دي كده، ضغطنا عليها قلت اعمل كرييت، طبعا بيحملها من على النت عشان مثلا البرزنتيشن موجوده، فبيحملك بقيه الحاجات بتاعتها من على النت، ويجيبها لك بالشكل ده. انا عملت نيو سلايد، هتلاقي برضه نفس الطابع بتاع، بس دي اللي المقدمه بتاعتها، فهي متقسمه بالشكل ده. طبعا انت ممكن تعدل في حاجات دي براحتك، لو انت عايز تعدل ايه التكست تعدل فيه براحتك. فدي حاجه جاهزه لو انت عايز ايه تشتغل على حاجه جاهزه. تمام، نبدا بقى نشرح اول قائمه معانا، وهي قائمه فايل. قائمه فايل متقسمه اللي هم الصفحه دي، الحاجات القديمه اللي انت الشغل انت عملته، فاهم. نيو دي اللي انت تعمل مشروع جديد، اوبن ده اللي انت كان عندك مشروع وعايز تفتحه. سيف ده لو انت المشروع حافظه في مكان وبتحفظه تاني مره، يعني مش اول مره تشتغل على المشروع. سيف اس ده لو انت تحفظ مشروع لاول مره. برنت لو هتطبع، شو دي لو هتبعتها مثلا لحد عن طريق الميل، عن طريق الحاجات دي. عندك بقى من الحاجات المهمة عندك اللي هي الاوبشن. الاوبشن دي فيها الجنرال الاعداد بتاعت البرنامج بشكل عام، يعني لو عايز تعدل فيها حاجة. بس اكتر حاجة اللي بتشتغل عليها كاستمايز ريبن، دي الاختصارات بتاعتك اللي هي في الهوم والانسيرت والديزاين والحاجات دي بتقسمها ازاي. تمام، وعندك الكاستمايز اكسس تول بار، الحاجات دي اللي هي الاختصارات اللي فوق، زي اللي هتلاقي عندك السيف والاندو والريدو، الحاجات دي موجودة. انت عندك هتلاقيها متقسمة. اول حاجة عندك متقسمة الهوم، وعندك الانسيرت والدرو والحاجات دي وكده، وكل واحد تحتها ايه الحاجات بتاعتها، مجموعات وجروبات وكده. انت لو عايز تضيف حاجة هنعلمك برضو تضيفها ازاي. فانت خلاص بعد ما جبت اوبشن دي تحط على كاستمايز ريبن. انا عايز اعمل اقسم واحدة جديدة، فقوم تعمل ايه نيو تاب، بس فين في الاخر تعمل نيو تاب بعد هيل، بتعمل ايه اتعملت بعد هوم. تمام، هسميها اي حاجة، مثلا هسميها اعمل النيم واسميها محمد. تعمل اوكي، وعايز اضيف ده جواه جروب مثلا واحد، ده اعمله برضو النيم هسميه واحد. تمام، فهي خلاص هنا. فانا عايز اضيف اي حاجه من الحاجات دي عشان بحب اشتغل بيها كتير او كده بحتاجها، فخلاص انا هقربها. هعمل مثلا فونت كولر ده، واعمل اد، خلاص هو الداف تحت رقم واحد. هعمل مثلا ايه اي حاجه مش حاجه ضروريه، يعني عملنا ايه سيف. تمام، نعمل ايه اوكي. هاجي في الاخر بعد هوم عندي حاجه اسمها محمد ظهرت، متقسمه جروب رقم واحد في الفونت كولر وفي سيف. طب انا عايز اشيل اللي انا عملته ده، بقوم رايح على الفايل، بقوم رايح على اوبشن كاستمايز ريبن عند محمد ده، وعامل لها ايه ريموف. خلاص كده خلاص راحت، اعمل اوكي، هتلاقي راحت من عندك تاني. فاهم، فدي شغل قائمة فايل كله. هتلاقي حاجات بسيطة اصلا الحاجات بتاعتها. انت عندك هنا سيف، انت ممكن تضيف واحد زي ما احنا ايه. لو انت عايز برضه نقولك نضيف ازاي، بتروح على اوبشن اكسس تول بار، تقوم رايح هنا تختار اي حاجة. بس لو عملت اد تيبل او كات، تقوم تعمل ايه اد، ومن اوكي هتلاقي اتضافت عندك فوق هنا على طول. عايز تشيلها تقوم عامل برضه على فايل، تقوم رايح على اوبشن اكسس تول بار، تقوم دي تقوم عامل ريموف اوكي خلاص. فهو البرنامج بتظبط، انت برضه بتظبطها على حسب شغلك انت، وحسب الاعدادات اللي انت بتحتاجها. الاعدادات اللي انت بتحتاجها بتقربها ايه في شغلك، مثلا تعمل لها مكان لوحدها كده عشان ايه متبقاش تدور عليها كتير. دي كل حاجه في ايه في قائمه فايل. معايا دلوقتي القائمه بتاعت قائمه هوم. احنا مثلا احنا جبنا برزنتيشن تانية خالص غير اللي كانت موجوده قبل كده. دي واحده دلوقتي جديده، ايه نبدا من الاول خالص.
احنا هنعمل على ما هنشتغل على مشروع احنا اللي هنعمله، مش مشروع جاهز، يعني مش مشروع الديزاين بتاعه جاهز، لا احنا اللي هنعمل ايه الديزاين من الاول. فانت عندك اهو مثلا انت تكتب المقدمه مثلا او اسم اي حاجه، تكتب مثلا حاجه عن الكمبيوتر مثلا، تكتب مثلا اسمك مثلا. تمام. دلوقتي انت عايز تظبط الخط او اي حاجه عندك في هوم دي، تقوم محدد الاسم ده. عندك الخطوط كلها على حسب الخطوط اللي موجوده عندك في الجهاز، مش تبع البرنامج، يعني الخطوط اللي عندك في الجهاز هي اللي ايه اللي انت تعدل فيها. وده مثلا عايز تظبط الحجم، ممكن تكبر من حرف الاي ده او تصغر من هنا عادي براحتك. حرف البي ده بيديها اللي هو بلاد شويه. والديسن اللي عايز تخلي الحروف كلها سمول او الحروف كلها كابيتال على حسب ما انت ايه عايز، ممكن تخليها كلها كابيتال. الديسن لو تحددها لون كده من بره، ولو عايز تديها لون تاني غير اللون الاسود، ده الاول مثلا ده لون ايه هو ده كده. فانت ايه عامل الشكل ده، ده الجزء بتاع ايه الخطوط والكلام ده والحاجات دي، اللي تكبر الخط تصغر الخط الحاجات دي، ممكن عايز تعمل تحت الخط بتاع تعمله مايل الكلام ده، الحاجات دي احنا اظن اللي احنا كنا عارفينها. تمام. عايز اضيف سلايد جديده غير السلايد دي خلاص، انت مش عايز اعمل حاجه تانية وأقوم عامل نيو سلايد. طيب شايف عملتها ازاي؟ انت عملت دي اكنها المقدمه، ودي تكتب العنوان وتكتب ايه النقط بتاعتك. طب انا عايز اعملها بشكل تاني، بتقوم ضغط على السهم اللي تحت ده نيو سلايد، وتختار الشكل اللي انت عايزه. ممكن عايزها بالشكل ده مقارنه، عايز تعمل مقارنه، عايز تسيبها تبقى فاضيه خلاص هتحط صور، عايز تحط صور برضو هنا شكل تاني. الحاجات دي عندك متاحه، ممكن احنا نختارها دي مثلا زي دي، بتقسمك هو ايه جزئين لو انت عايز تضيف حاجه. وطبعا العلامات اللي موجوده عندك دي انت عايز تضيف جدول، هتقوم ضغط عليها كده، هو محدد لك انت عايز جدول قد ايه، كام نمبر وكام كولوم، تقوم تعمل اوكي، هو خلاص حطهولك. اعمل كنترول زد. عندك هنا عايز ايه تضيف تشارت، عايز تعمل اي حاجه، تضيف اي حاجه، بس عايز تضيف صوره ممكن تضغط عليها، تضيف فيديو، تضيف اي حاجه براحتك، ايه الحاجات دي كلها متاحه عندك. برضه نفس برضه الوضع، برضه نفس الحاجه عادي، هي دي تمام. دلوقتي احنا ضفنا دي تمام، مفيش مكان تكتب فيه يعني ضيف انا عايز اكتب حاجه. عندك هنا خالص معمول العلامه بتاعت حرف الاي دي، تقوم واخدها وساحب خلاص، تكتب اللي انت عايزه هنا ايه براحتك، فاهم. فعندك في قد في المربع ده بس. طب انا عايز ارسم شكل اهو، ممكن ارسم مثلث اهو، تديله الوان براحتك من هنا تغير فيها زي ما انت عايز. طبعا اول تضغط على الشكل وتروح على الشيب فورمات اللي هو الشكل الايه الاعداد بتاعت الشكل بتاعك. لو انت عايز تدور على كلمه معينه تقوم ضغط على كلمه فايند، هم عامل فايند، او كاتب مثلا هنا كومبرسور، انت عامل فايند خلاص وراح لك على اهو، عرف مكانك فقام راح لك عليه. دي فايند دي تبحث عن حاجه، لو عايز ابدل كلمه بكلمه واعمل ريبليس برضو، قوم ضاغط على كومبرسور مكان مثلا هبدلها مثلا بحرف ايه باي حاجه، بدلها بحرفين الام دول، قوم عامل ايه فايند جايبها لك تعمل ريبليس خلاص، اما هو حولها لك تمام. تعمل بقى كنترول زد يرجع تاني. ده الجزء بتاع هوم اللي هو الجزء اللي انت هتضيف سلايد، تعدل في الخطوط الاعداد بتاعت الخطوط بتاعتك. برضه انت عايز تجيب خط يمين او شمال تضغط كده او كده او كده، ممكن لو انت عايز تبدا من اليمين، عايز تبدا من الشمال برضه براحتك. عايز تضيف ارقام، انا مثلا نضيف ارقام هنا، دي متضافه نقطه بوينت، فانا عايز اخليها رقم ضغط عليها كده خلاص بتحول لرقم، ضغطت عليها كده بقت بوينت تمام. عايز تبدا من النص مثلا تحركه شويه، لا عايز ابدا من الاول خالص، قوم ضغط عليها مرجعها تاني. عايز تبدأ من الناحية التانية على طول تضغط عليه تحكيسها من اليمين، عايز تبدأ من الشمال، فاهم. فده بشكل عام الجزء بتاع ايه هوم. هكتفي النهاردة بالجزء ده، ان شاء الله تكونوا استفدتم، والفيديو الجاي ان شاء الله نكمل باقي الشرح. متنسوش تدعمونا باشتراك ولايك.